السلام عليكم حبايب. اليوم الحلقة الثانية من إذاعة أوراق الخريف، إن شاء الله تستمتعون في هذه الحلقة. بعض الأحيان تتوهم أنك وصلت إلى طريق مسدود، وبعض الأحيان تشعر أنك ضعيف لأنك ما عندك أي أمل، والأمل أن يشبه مثل الباب. دوق الباب مرة ومرتين يمكن يفتح الباب، وإذا ما انفتح حاول تكسره، تضربه ضربة قوية. كل باب مغلق لابد أن يفتح مهما كان حجمه، تقدر تكسره. فكر بعقلك واذكر أنه كم باب واجهك وكسرته، كم باب انقفل بوجهك وفتحته. ولو كنا يائسين لظللنا واقفين أمام الأبواب. عندما تشعر أنك أوشكت على الضياع، ابحث عن نفسك، سوف تكتشف أنك موجود، ومن المستحيل أن تضيع. وفي قلبك إيمان بالله، وفي رأسك عقل يحاول أن يجعل الفشل نجاحا ومن الهزيمة نصرا. لا تتهم الدنيا بأنها ظلمتك، أنت اللي تظلم الدنيا بهذا الاتهام. أنت اللي ظلمت نفسك مو الدنيا. لا تظن أن أقرب صديق هو اللي خانك وطعنك بظهرك. يمكن يكونون أبرياء باتهامك، ويمكن تكون أنت اللي دخلت خناجر في جسمك بسبب استهزائك، ونفض صبرك، قلبك وطيشك ورموتك. لا تظلم الخناجر، بس اعرف من اللي دار ظهر الخنجر. لا تتصور في ربيع حياتك أنك في الخريف. املأ روحك بالأمل. الأمل في الغد يزيل اليأس من القلوب، ويلهيك عن الصعوبات والمتاعب والعراقل. الميل الواحد في نظر اليأس هو 1000 ميل، وفي نظر المتفائل هو بعض الأمتار. اليأس يقطع نفس المسافة في وقت طويل لأنه ينظر إلى الخلف، والمتفائل يقطع نفس المسافة في وقت قصير لأن ينظر إلى الغد. فاللي يمشون رؤوسهم إلى الخلف لا يصلون أبدا. وإذا كشرت إليك الدنيا لا تكشر إليها، جرب تبتسم. وغدوت بعدها أخجل من نفسي أن أضيق وأشكو وأتبرم من توافه الحياة. أدركت أن الحياة تتطلب السير بجد وأصرار بدوافع من العزيمة تحت غطاء التفاؤل. فعلا كم ظلمنا أنفسنا عندما
سقطنا فشلنا على ظروف الحياة وشكونا من صعوباتها، ناسين ومتناسين بأن هذه الظروف تقف هائلا أمام الضعيف فقط، أما القوي وقول الإيمان خصوصا في الله فلا يركن لهذه الظروف ويشق طريقه وحياته رغم من كذبة كبرى هي الظروف. إن شاء الله عجبتكم هاي الحلقة اليوم حبايب، لا تنسون تتابعونا على صفحتنا بالفيسبوك إذاعة أوراق الخريف استوديو، وراح تشوفون كل الحلقات راح تنزل باليوتيوب وبهاي الصفحة. وشاركوا ويانا، يعني أهم شي مشاركة حتى تشجعونا نعطيكم حلقات جديدة. وكان وياكم الحسن لؤي أو إيزيل الحسن لؤي. باي باي.